ده هو الجدري المائي، واللي تقريبا معظمنا أصيب بيه واحنا صغيرين. بس لو انت متعرفش عنه أو ما حصلكش الشرف وأصبت بيه، فكمل الفيديو عشان ممكن يجيلك الفترة الجاية. التشيكن بوكس أو الجدري المائي مرض جلدي معدي مشهور جدا في فترة الطفولة، وتحديدا في سن الحضانة من 2 ل6 سنين، ونادرا ما بيجي للكبار. بس مش معنى انه نادر انه ما بيجيش، لا، انا اعرف ناس كبيرة اكبر مني شخصيا وجالهم عادي. طب ليه بقى انا قلت لك انه ممكن يجيلك في الفتره الجايه؟ ده لانه بيحب الشتاء والربيع، يعني الوقت اللي احنا فيه بالظبط، وطريقه النقل بتاعته بتكون مباشره عن طريق التلامس مع القشره اللي بتبقى موجوده على الشخص المصاب، او اي نوع من انواع الاختلاط، سواء يعني سلمت عليه مثلا او قعدت في نفس المكان اللي هو قاعد فيه. ومهم جدا ناخد بالنا انه بيشوه الاجنه، يعني لو تعرف حد عنده الجدري المائي ما تخلوش يحتك باي واحده حامل. فبعت الفيديو دلوقتي لاي واحده حامل علشان تاخد بالها كويس وتحافظ على الجنين اللي بطنها. طب السؤال هنا، هو الجدري المائي ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن طفح جلدي، والحباية بتاعت الطفح ده مميزة شوية لأنك هتلاقيها معبية مية، وساعات هتلاقي الحباية دي فرقعت لوحدها وعملت قشرة، ودي حاجة مميزة للمرض ده. وأعراض تانية زي الصداع والإرهاق ممكن يكون مصاحب بحمى. ويا عين الشخص اللي بيبقى مصاب بالجدري المائي بيبقى عنده حكه شديده بتحس ان هو هيقطع جلده. طب هو ايه العلاج باختصار؟ اي مسكن او خافض حراره لو الجدري مصاحب معهم، ومضاد حساسيه عشان نقلل الحكه بتاعت الجدري ده ونمنع انه يجيله عدوى بكتيريه، لانه ممكن يجرح نفسه وهو بيهرش في الحبايه، والجرح ده بيكون معرض انه يجيله عدوى بكتيريه، عشان كده بياخد مضاد حساسيه. وتالت حاجه بنكتب له على لوشن مهدئ ومرطب عشان يقلل الحكه برضه ويهدي الطفح الجلدي. واخيرا اهم جزء في العلاج هو مضاد فيروسي، عشان الجدري المائي اصلا مرض فيروسي، فما ينفعش نكتب له مضاد حيوي، بياخد انتي فيرال او مضاد للفيروسات، واللي معروف باسم الاسايكلوفير. وبس كده، ده كل اللي انت محتاج تعرفه عن الجدري المائي. وما تنساش لو تعرف حد عنده بدايه للاعراض اللي انا قلتها تخليه يعزل نفسه في البيت، لانه كده هيأذي اللي حواليه، وخليه يبدا كورس العلاج فورا. وفي الاخر ما تنساش الفولو ولايك عشان تعرف معلومات اكتر عن صحتك.